أرجو النجاة بمحمد ووصيه، أرجو النجاة بمحمد ووصيه وابنيهما وبعابد وبباقرين. أرجو النجاة بمحمد ووصيه وابنيهما وبعابد وبباقرين وكاظمي، ثم الرضا ومحمد ثم ابني، والعسكري المتقي والقائم. أرجو النجاة من المواقف كلها حتى أصير إلى النعيم الدائم. صلوات. والله فوالله لا أخشى من النار في غد، وأنتم ولاة الأمر يا آل أحمدي. ها أنا ذا أدعوكم، ها أنا ذا أدعوكم رافع يدي، خذوا بيدي يا آل بيت محمد. ميلاد العقيلة زينب الحرة، ميلاد العقيلة. شوف اسم زينب ايش قد حلو، بس زينب الحرة انت تجاوبني حتى ان شاء الله نستقبل خطيب المنبر البارع وكلمة الحفل لهذه الليلة. ميلاد العقيلة زينب الحرة، ميلاد العقيلة زينب، ميلاد العقيلة زينب. نقدم للنبي أحلى تهانينا، الرسول المصطفى الأمجد وهادينا، نهني حيدر الكرار والينا، نهني حيدر الكرار والينا، والف مبروك الف مبروك للزهرة، ميلاد العقيلة زينب الحرة. أنا عاذرك لأن الكيكة بحلقك ما تجاوبني. ميلاد العقيلة زينب الحرة، ميلاد عافية، ميلاد العقيلة، ميلاد العقيلة. نقدم للنبي أحلى تهانينا، الرسول المصطفى الأمجد وهادينا، نهني حيدر الكرار والينا، نهني حيدر الكرار والينا، والف مبروك الف مبروك للزهرة، ميلاد العقيلة زينب، ميلاد العقيلة زينب.
وألف مبروك هالميلاد للحسنين هالسادة فخر الأمة الطيبين، ومن نور الزكية وعليها النورين، من نور الزكية وعليها النورين، مولد نور صارت زينب الحرة ميلاد العقيلة، زينب الحر ميلاد العقيلة، زينب ميلاد العقيلة، زينب الحرة ميلاد العقيلة. نهني الطاهرة، نهني الطاهرة والهاشميين، يا عمي نهني الطاهرة والهاشميين، الحسن وحسين والتسعة الميامين، بولادة زينب وخير النساء وينها عمها ابوياها، ونهني الطاهر والينا، ونهني الطاهر والينا، ونهني الطاهر. والآن مع كلمة الحفل الصادقة لسماحة السيد الخطيب البارع السيد محمد باقر الجلالي، نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين، الأئمة الهادين المهديين، مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وأول الموحدين علي بن أبي طالب، والصديقة الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، والحسن والحسين الإمامين الهمامين السيدين الجليلين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف المهدي الصالح الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر صاحب الزمان وشريك القرآن وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان، لذكره أفضل الصلاة والسلام. أسمى التهاني لإمام الزمان وللموالين بكل مكان بيوم مولود سليلة الإبا زينب خير الناس أما وأبا، جدتها خديجة كما ترى وجدها محمد خير الورى. جدتها خديجة، هاي خلاصة مكارمها ومحاسن صفاتها ومناقبها في هذه الأبيات القصيرة. جدتها خديجة كما ترى وجدها محمد خير الورى، وأمها فاطمة خير النساء صلى عليها الله صبح ومساء، ثم أبوها حيدر الكراري أبو الهداة السادة الأطهاري،
الأنوار الأخيار والحسنان السيدان الدرر إخوتها كفى بهذا مفخر يا شيعة الكرار ميسوا طربا صلوا عليها وعلى آل العبا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الخاص والعام بألفاظ مختلفة، هذا حديث نبوي مهم يشتمل على كلمات قليلة ومعاني قدسية كثيرة عظيمة. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول أعطيت جوامع الكلم، جوامع يعني الكلمات القليلة ذات المعاني الكثيرة. ماذا قال النبي؟ أجعل هذا الحديث المبارك مفتاح للدخول في فضل ومقام سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب سلام الله عليها. قال النبي صلى الله عليه وآله خيرة أو سادات أو سيدات نساء العالمين أربع: آسيا ابنة مزاحم، مريم ابنة عمران، خديجة ابنة خويلد، وفاطمة بنت محمد. بأصدق كلمات التهنئة والتبريك أتقدم بها إلى ساحة إمامنا وسيدنا وولي نعمتنا ومولانا الحاضر الغائب صاحب الأمر صاحب الزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وأتقدم بمثلها لسيدتنا ومولاتنا زعيمة هذه البلدة الطيبة فاطمة المعصومة، ثم إلى الحضور الكريم الذي زين هذا الحفل بحضوره في هذه الليلة. خلاص أرجع للحديث، اسمعوا يا مؤمنين تستفيدون فائدة عقائدية مهمة. لا تقول السيد ليش طرح هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله لما يقول سادة وخيرة نساء العالمين أربع، أكو سؤال هنا يطرح جدا مهم. شنو السؤال؟ هذا العدد الذي طرحه النبي صلى الله عليه وآله الأربع هل هو للحصر؟ انتهى. للتحديد بعبارة أخرى، هل هو للتحديد بس ذول الأربعة أم لا؟ هذا العدد إخبار عن نساء فاضلات سيدات خيرات سبقن في الأمم الماضية. شنو هذا الحديث شو يدل؟ هذا العدد للحصر؟ لا للإخبار. الظاهر هو للإخبار مو للحصر. لماذا؟ لأنه ظهرت في هذه الأمة ووجدت في هذه الأمة نساء أفضل بكثير من آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران لم تجاهد ولكن الحوراء زينب جاهدت بمنطقها، وكان جهادها بمنزلة جهاد سيف أخيها الحسين سلام الله عليه. إذا ذكرت سادة نساء العالمين في هذه الأمة بعد الصديقة الطاهرة فعلى رأسهن الصديقة الصغرى الحوراء زينب الكبرى عقيلة العرب والعجم حفيدة سيد الكلم لذكرها الصلوات العالية. بس قد واحد يسأل يقول أنت من استنبطت هذا المعنى؟ استنبطت هذا المعنى من هذه القاعدة العقائدية أن الأربعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الملاك في سيادتهن وخيرتهن موجودة في الحوراء زينب وزيادة. هن ذنيك الأربعة ليش صارن خيرة وسادات نساء العالمين؟ غير لأنه وقفنا لله مواقف لم تقفها أي امرأة. والله إن الحوراء زينب وقفت أعظم من موقف آسيا ومريم. بل أزيدك،
أن السيادة اجتمعت للحوراء زينب. هاي نقطة عقائدية مهمة، الكلمة كلها عقائدية، خلي أقول لكم كل الكلمة عقائدية. السيادة التي تحققت للحوراء زينب بسببين، مو سبب واحد، بسببين. الأول السيادة النسبية، ثانيا السيادة الذاتية. عجيب، هذا يمكن أول مرة نسمعه، بس أبين لك إياه. السيادة النسبية كيف؟ جدها سيد الأنبياء، جدتها سيدة النساء خديجة، أبوها سيد الأوصياء، أمها سيدة نساء أهل الجنة، وأخواها سيدا شباب أهل الجنة، وهي عمة الأئمة الأطهار والسادة الأنوار من صلب الحسين الأئمة التسعة. هذا ما يعطيها سيادة للحوراء زينب؟ لا. الآن خلينا نسأل بينك وبين نفسك بالإنصاف، هاي السيادة التي تحدرت منها الحوراء زينب ما تعطيها سيادة؟ أكيد يا مؤمنين. مو فقط سيادة شرعية يعني عند الله وعند الدين، سيادة حتى عرفية، سيادة حتى إنسانية. أنا الآن أعطيكم الدليل. لو أن رجلا، شايروني وإن شاء الله ما أطول عليكم، لو أن رجلا اختاروه ملكا على مدينة، زوجته تصير ملكة يوم تصير ملكة، تصير قهرا بدون أن يختاروها، يصير ملكة. بناته أولاده يصير لهم سمة الملوكية، يصير لهم سمة. هذا المعنى حتى لأئمتنا حدث. المن؟ لأم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه. من هي؟ شاه زنان، اللي الإمام علي سلام الله عليه بدل اسمها. من هي هاي شاه زنان؟ هاي بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك الفرس، الذي قتل بقتله صار الفتح الكامل لمدينة فارس. متى قتل؟ أتحدى واحد يقول لي متى قتل، لأن كل المصادر تقول أن فارس فتحت في عهد الخليفة الثاني. غلط. الفتح بدأ في خلافة الخليفة، انتهى في خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اللي حرفه التاريخ تحريفا بينا عظيما، وبقي كتمان التحريف. فارس بدأ فتحها في خلافة الثاني، وانتهى فتحها في خلافة أمير المؤمنين في خلافة الإمام علي. وين انتهى الفتح؟ في خراسان. قتلوا يزدجرد الثالث في خراسان، لأن ذولا لما بدأوا هم من دخلوا إلى فارس؟ من العراق، اجوا من الحجاز ودخلوا من العراق. العراق كانت معروفة معسكر الجند من آنذاك. هسه هذا موضوع طويل، بس راح أعطيك نبذة مهمة واي مهمة. خب دخلوا من الأهواز، بدأوا يفتحون مدينة. زين 30 يمكن ذاك الوقت 300 مدينة كانت فارس، مو حدودها مو اليوم، 1400 سنة حدودها مو اليوم، ضعفين حدود اليوم. كل مدينة ايش قد يستغرق فتحها، ايش قد يستغرق إلى أن يسيرون إلها، إلى أن يرتاحون، إلى أن يسيرون. فكان يزدجرد يتنقل من محافظة إلى محافظة، هم يفتحون إلى أن وصل إلى خراسان آخر محافظة. قتلوه في عهد أمير المؤمنين، وأسروا بنتيه أو ثلاثة، وجاء الموضع الشاهد، وجابوها إلى الكوفة إلى أمير المؤمنين أو إلى المدينة. فسألها الإمام قال لها شو اسمك؟ قالت نومم شاه زنان. قال نه، شاه زنان نوم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاه زنان يعني سيدة النساء. قال لا، هذا انتهى خلص، السيادة أغلقت. شاه زنان تلك فاطمة، أنت شهر بانو يعني سيدة، شهر يعني بلد، أنت سيدة البلد، أنت أصغر من الزهراء سلام الله عليها. شنو موضوع الشاهد؟ موضوع الشاهد شوفوا هذه البنت يزدجر، هي صارت ملكة. بسبب ماذا ملكوها؟ لا، لأن أبوها كان ملك، فاكتسبت الملوكية والسيادة من أبوها. بالله عليك، ألا تكتسب الحوراء زينب سلام الله عليها السيادة من جدها وجدتها وأبيها
وأمها وأخويها والأئمة الطاهرين بالتأكيد هي سيدة بالتأكيد. هذا أولا. راح أختصر الكلمة. هاي السيادة النسبية. تعال معي إلى القسم الثاني من السيادة التي تحققت في الحوراء زينب، السيادة الذاتية. شنو السيادة الذاتية؟ هي بنفسها بذاتها بعملها بجهادها بمواقفها صارت سيدة في هذه الأمة. نعم والله يا مؤمنين، اللي يقرأ تاريخ البشرية لا يجد امرأة، ولا أستثني حتى فاطمة سلام الله عليها، والله فاطمة أفضل بالتأكيد. هي زينب اكتسبت السيادة من أمها، ولكن موقف الحوراء زينب لم يتحقق. عمي امرأة عفيفة، اكو تعبير عند العرب ربات الخدور، ربات رب الخدر، يعني هاي ملكة الخدر، يعني ما طالعة من خدرها. يسيروها 1800 كيلومتر من كربلاء إلى الكوفة إلى الموصل إلى الشام إلى دمشق إلى وزين، وتدخل على الطواغي وتتكلم. امرأة الآن احنا هنا ما بينا 500 نفر، لو امرأة غير معروفة يسمح لها الحياة أن تدخل هنا تطلب ماء وتطلع؟ لا، تروح من الباب تطلب. صحيح ولا لا؟ وإذا بسيدة العفائف المطهرة زينب الكبرى، ولا استعطفت ابن زياد ولا استعطفت يزيد. شوف يا مؤمنين، أقول لكم شيء مهم، ما أكو درجة أعظم يوم القيامة في الجنة أعظم من الصبر في ذات الله. ما أكو درجة، ما أكو مقام يناله الإنسان يوم القيامة مثل مقام الصبر. والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن في الجنان منازل ليست لها علاقة من فوقها ولا أعمدة من تحتها. يعني شنو؟ تطوف بالهواء، ما لها عماد، لا ينالها العباد بشيء من أعمالهم، لا صلاة لا صوم. قالوا يا رسول الله إذن بماذا ينالها العباد؟ قال بالصبر على المصائب، بالهموم. هاي الخصلة اختص الله بها شيعة أمير المؤمنين. إلى الآن إحنا صابرين على ولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، غالب كل غالب، أسد الله الغالب، الإمام علي بن أبي طالب. يا مؤمنين، ما أكو درجة بالجنة أعلى وأعظم من درجة الصبر. الله يقول بالقرآن، الله بالقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم الله بغير حساب. هذا ما ثبت لأحد أبد، وورد في مضامين الأحاديث الشريفة عن الأئمة الطاهرين أنه لما يبدأ الله عز وجل بحساب الخلائق، بعد ما بدأ بالحساب وإذا بأفواج من الخلائق تأتي إلى الجنة، تطرق باب الجنة، افتحوا الباب، فتقول الخلائق من أنتم؟ الحساب بعد ما بدأ، قالوا نحن الصابرون. اي نعم، شو عظمة الصبر. الله هو هذا إنما يوفى الصابرون بغير حساب. ماذا هذا صبر؟ تفضل اطلع. شيء مهم هذا، إنسان يصبر على البلاء. تدرون شنو الصبر؟ تدرون شنو الصبر؟ الصبر هو الرضا بقضاء الله عز وجل. هذا الرضا درجة ما فوق هذا تحقق في الحوراء زينب. الله أكبر يا مؤمنين، وقفت، مو ذاك شي يقول وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندب، هذا بمشتبك النصول وهذه في حيث معترك المكاره بالسبا. الآخر يقول لولا مواقفها بالطف ما خفقت للدين فيه بنود الفتح والظفر، صلى الإله عليها من مجاهدة للبغي بالقول لا بالبيض والسمور. زين، هسه خلي أختصر لك الموضوع ويشهد الله الحديث عن هذه الشخصية الفريدة. وأنا أقول بصراحة وبشجاعة وبكل يقين زينب الكبرى سلام الله عليه ما بلغت مبلغ النساء في عهد جدها. يشهد الله لو بلغت مبلغ النساء
لجعلها النبي صلى الله عليه وآله خامسة خيرة نساء العرب. نعم، هاي كلمة حق أكيد. كيف وقد وقفت لله مواقف لم تقفها آسيا ولا مريم ولا خديجة ولا الزهراء سلام الله عليها. الزهراء أصيبت في بيتها، والمرأة العفيفة تصاب في بيتها وتقتل، تتمنى تقتل ولا تصاب أمام الأجانب، صحيح ولا؟ أما زينب وين كان مصابها؟ مو في بيتها. هذا أعظم في رقي درجاتها وأدل. أنا أقول لكم شيء واحد، شوفوا هاي مسيرة الحوراء زينب، شوفوا هي السيادة كيف تعرف يا مؤمنين. السيادة ما تعرف بالكلام، أنا أقول هاي سيدة وفي أمان الله. السيادة تعرف بماذا؟ بالعمل، أحسنت، بالمواقف، بالصبر، بالجهاد. شوفوا طيلة أيام السبي أدخلت على ابن زياد، الدعي ابن الدعي، الحرام ابن الحرام، امرأة، جوع، عطش، ضيم، قهر. مو يقول الراوي لما أدخلت نساء، اسمع هذا، لما أدخلت نساء الحسين عليه السلام على يزيد، يقول رأى منهم حالة قبيحة. تدري 1800 كيلومتر من كربلاء إلى دمشق، لأنه ودوهم من الموصل صعدوهم شمال العراق ونزلوهم. ليش؟ حتى يزيد يستعرض النصر أمام أخواله. هذا إلى الآن قلاع المسيح والنصارى. الشام بعد تدري بها الشام شنو؟ خواله وكذا كلهم هناك. زين أنت الآن نفكر يعني هذول شلون يأكلون؟ أنت تدري ماذا يقول المؤرخون؟ شوف ماذا نزل على الحق وهي صابرة صامدة. هاي منا تعرف سيادتها. يقول جابوا الجمال عادة يستحيل ركوبها إلا بالهودج. الهودج هذا اللي يخلي. يقول وخروا الهوادج وربطوا نساء الحسين عليه السلام وأطفاله فوق الجمال بالحبال. ولذلك لما صعدوهم على الجبال بعضهم سقطوا على الصخر وماتوا. الآن هاي طريق الشام، تدري أنت عشرات شهداء السبايا موجودة الآن. ثبت وطبع كتاب باسم شهداء السبي لأخينا العزيز عباس حميد، من خيرة الكتب. وثق جميع الشهداء الذين سقطوا خلال مسيرة الضعينة إلى الشام. يعني والله شيء مو هناك. حتى الآن هاي المراقد الموجودة في العراق كثير من هذول شهداء السبايا موجودين. سبايا احنا ما ندري بيهم، احنا اصلا كنا هناك ما ندري بيهم. هذول كانوا من أولاد الحسن، من أولاد هذا اللي عرف منهم المحسن ابن الإمام الحسين اللي أمه منه الرباب اللي سقط في جبل الجوشن، الآن قبره موجود. زين. ورقية اللي ماتت في الشام على رأس أبيها صلوات الله عليه. وأما غيرهم بالعشرات، لا مو مبالغة، بالعشرات. هذا موضوع احنا قاريه خلال مسيرتنا الخطابية، موجود عند كتب والمصادر موجودة عندنا. شوفوا يا مؤمنين، السيادة ما تأتي مجانا، السيادة تأتي من عمل. الأربعة اللي قال النبي صلى الله عليه وآله أنهن خيرة وسيدة نساء، ذول عملوا، وقفوا لله مواقف عظيمة فريدة. وما وقفته الحوراء زينب أعظم وأعظم. هذا شيء تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله. متى؟ لما ولدت الحوراء زينب بأبيه وأمه، وإجا النبي صلى الله عليه وآله إلى ابنته فاطمة، قالها ناولين المولودة، جابتها زين، جابتها تناولها النبي صلى الله عليه وآله. يقول الرواية تقول لما أخذها النبي صلى الله عليه وآله ضمها إلى صدره. إذن هاي أصابتها بركة النبوة. مو كل واحد يضم إلى صدره. منو هذا الصدر؟ هذا صدر جبرائيل هذا صدر السماء، هذا صدر القرآن. ضمها إلى، ثم وضع خده على خدها. هاي ابن يوم بت يوم. شو التصرف؟ أي تصرف هذا؟
ما يفعل عن هوى، لا ينطق عن هوى. أختم حجي علي، أختم، يلا حاضر زين، خل بس هذا. وضع خده على خدها وبكى بكاء شديدا. استغربت فاطمة سلام الله، قالت أبا ما يبكي؟ قال بنيه إن هذه المولودة ستصب عليها الرزايا والبلايا. شوفوا فهم الزهراء سلام الله عليها. طبعا الزهراء هي سيدة النساء، بس سمعت هاي الكلمة من النبي عرفت أن هذه المولودة سيكون لها عند الله مقاما عظيما وجاها كريما. ليش؟ مو قلت لك أني الإنسان مقامه وجاهه ومنزلته بالصبر على البلاء. عرفت رأسا سألت أباها، قالت أبا ما لمن بكى عليها؟ إذا أنت تقول إلها هذا البلاء إذن هاي عظيمة راح تكون، هاي قديسة بالإسلام، وإلا ما تسأل الزهراء هذا السؤال. أبا فما لمن بكى عليها من الأجر والثواب؟ شنو هالسؤال هذا؟ أكو إنسان يسأل هالسؤال حول مولودة بت يوم يومين؟ لا، لأن الزهراء عرفت أن هذه ستكون سيدة في زمانها. نعم، ولذلك سألت. فقال صلى الله عليه وآله من بكى عليها فكأنما بكى على أخويها الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بعدد ما أحصاه علمك. اللهم بحق هذه الوليدة الطاهرة وبحق مصائبها وبقلبها الصبور عجل ظهور إمامنا صاحب الأمر، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، ثبتنا على ولاية أهل البيت ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.